بسم الله الرحمن الرحيم من أحد القرى والنجوع، وهنسأل أحد المواطنين عن الفن اللي اتغير اليومين دول. احنا بقينا نسمع دلوقتي عن عزبة محسن وفريق الأحلام وأم الحنة وبعض المهرجانات. هنسأل الناس الأصلة، الناس اللي كانت تسمع الطرب اللي على حق أيام زمان، أيام الستينات والأربعينات. السلام عليكم يا حاج. مرحبا مرحبا، شو حركاته؟ عامل ايه يا حاج؟ ازاي احوالك؟ الله يبارك فيك يا بيه، الله يخليك. اشرب شاي يا بيه. لا الله يخليك. يا بت يا رجال. الله يخليك يا يا باشا. بت كوبايه شاي وحطوا تولع على الاستاذ هنا. الله يخليك يا باشا. طب الشاي وعرفناه، طب الولع هنعمل بقى ايه يعني؟ ادرس لك نفسين. يعني شيشه وحميه والكلام ايوه هو ده. لا 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 يا حاج، متشكرين قوي يا حاج. احنا عايزين خد لك نسالك. دجلة قصب. لا الله خد لك يخليك. دجلة قصب. لا خلاص يا خد لك حاج. دجلة. يا حاج طب نخلص خد البرنامج. لك دجلة قصب. طب نخلص البرنامج وابقى اخد منك اللي هي اسمها دقلة القصب اللي انت بتقول عليها دي. لو سمحت يا حاج، زمان كان الفن، كان الطرب الأصيل. ممكن تقول لنا كنت بتسمع مين؟ والله يا بيه زمان كان الواحد مزاجه رايق قوي. يعني كنت بتسمع مين يعني من المغنيين؟ وتسمع الاستاذ اللي هو اللي هيقولوا عليه كانه ما يسمعش ده، او مخوت كانه مين؟ الاستاذ فريد الأطرش. فريد الأطرش. أيوة. هو اللي ما يسمعش ابدا ده، كان يتحزق في الاغنيه ويقول لك يا ليل، وكان حكايه والله صراحه يا بيه. لا صراحة يعني كنت سميع، طالما وصلت لفريد الأطرش تبقى راجل سميع. كنت بتسمع مين غير فريد الأطرش يا حاج؟ كنت اسمع دقيقة ولا دقيقة يا فقر، أدخلت دقيقة القصب. خذها طرفها طرفها يا مؤاخذة يا بيه، بس عشان أنا أحب أشارك كل حاجة مع البهايم. تمام تمام. والله يا باشا احنا وصلنا لغاية الأستاذ فريد الأطرش ده. الأستاذ فريد يقعد يا دنتات. ايه دي؟ والست المحبوبة، محبوبة الجماهير، الست أم كلثوم. لا أم كلثوم. أم كلثوم زي دي. فين ده؟ الكلثوم اللي زي دي الست أم كلثوم. لا اسمها أم كلثوم. والله انتوا ادري بيها، انتوا اللي عارفين، بس هي اللي كانت تغني بالبشكير دي. ايوه. وتقول لك يا حبيب امبارح وحبيب دلقيتي. ايوه. حبيب امبارح وحبيب دلقيتي. دلقيتي. ايوه. ودلقيتي دي يعني زي دلوقتي. ايوه هي دي، عند حدانا احنا هنا نقولوا دلقيتي، على دلوقتي دلقيتي. زي ما البق بتقولوا عليه حنق. شلاليف. ايوه كده. طب كنت تسمع ايه تاني غير ام كلثوم؟ ام كلثوم بتقول عليها انت؟ ايوه ست ام كلثوم. كلثوم بني. ست ام كلثوم بني احمر، كله كلثومات. ماشي. وب 25 الواحد يعني عشان تبقى يعني اصلي. ايوه ب 25 اصلي. والثاني اللي هو ابو كم ده. اللي كم جامد والاس اسوره ده. ب 30. ب 30 جنيه. ايوه ب 30 جنيه. لا اصلي يابا اصلي. طب ايه رأيك بقى؟ يا ولد ايه رأي حضرتك في المهرجانات بتاعت اليومين دول؟ مهرجانات ايه يا راجل؟ مهرجانات ايه؟ بعد الست هيفاء وهبي. الست هيفاء وهبي. والست اليسي. والاستاذ الفنان الدكتور هاني شاكر. في تقول لي يا راجل يعني انت بتسمع لهم؟ طب بتسمع للست اليسا ايه؟ اليسا مين؟ اليسا اللي جت جنب هاني شاكر دلوقتي. ايوه الست اليسا. والله هيقولوا لها اغاني حلوه وزين. طب الاستاذه هيفاء، الاستاذه الدكتوره هيفاء اللي انت بتقول عليها برضه. دكتور كده ده دكتوره فيها هي، وانا اقول لك انا كشفت عندها ولا ما كشفتش. دكتوره في بوس الواوا. ايوه بوس الواوا. والله ما فكرش يا باشا انا بوست الواوا ولا ما بوستوش، بس يعني ربنا يسامحني كنت بوسته، دي كانت حاجه غلط دي. لا سهله ان شاء الله. طب يعني احنا بنسمع دلوقتي مهرجان عزبة محسن او ام الحنة. يا عم سيب الجاموسة دلوقتي يا حاج. لا لازم تاكل، تشاركني يا بيه.
طب يعني انت دلوقتي يعني البرنامج وبعدين يبقى افضل الجاموسه بتاعتك دي. ماشي يا بيه. دلوقتي مثلا برنامج عزبة محسن، وتلاقي الشباب عماله تتنطط كده وتلف كده عامل زي البازو، وما تعرفش ايه يعني ايه هي معناها ده الموضوع. شباب هايف وتافه. الشاب من دول تلقى ليه يجي قال في الفرح وتم قال يتمغمز ويتقلبب. ايه ده؟ واكل ابوك دبيب ولا قرصك عقرب ولا ايه؟ يقعد قال يعمل قال كده ويعمل كده. ايه هو ده رقص ده؟ فين الرقص بتاع زمان؟ الرقص بتاع زمان. ايام مش يقعد قال واعمل قال في رجليه قال كده. ايه ده؟ واكل ابوك ديب هتاكلني؟ لا ده يعني مثلا ايه بيبقى بيدي يعني مثلا ايه عنده مغص فبيطلع اللي عنده يعني في المهرجان. طب ما يروح يتنيل ياخد له شوربة ملح ولا ياخد له أي حاجة المرار اللي في بطنه دي، بدل ما يجي يتلولو لنا احنا وتبقى إيه واحد ساعات يروح قال إيه مرمي لك على الأرض. إيه أنت لقيت كنز؟ طب ما هو برضه بيعيبوا عليكم، بيقول لك بيبقى ماسك عصايه وبيرفع رجل ويتنطط كده ويقول لك هو ملبوس ولا ايه؟ أنت عارف رفعة الرجل دي أنت دي؟ ايه هي يعني؟ تخيل أنت تخيل ترفع رجل وترفع إيد تمام وتنزل رجل وتنزل إيد. ايه هتعلموا العوم يعني؟ لا أمال علموا السباحة. يعني اول ما يغني المغني ابدا ما انساك تلاقي الراجل عمال يعمل كده هو ويطلع برجله وينزل برجله، ما زيها زي المهرجان. لا احنا ما عن الشقلبوش دي، هو الشقلب، احنا عن الشقلبوش مؤدبين، احنا الادب كله وزمان وايام زمان. واسال المرحوم ابوك لو كان ليك ابو. الله يرحمه. لو ليك ابو اسال ابوك. لا ابوي موجود، ابوي موجود. اسال ابوك لو ليك ابو ولو ولد ناس. لا ليه يا ابو؟ اسال ابوك. ليه يا ابو يابا؟ قول له بس انت قول له رقص زمان كان يعني للناس. فين؟ انا سالته البلاوه لما كنت تخطه كده سالته قال لي انزل الصعيد، فانا نازل عشان اسال حضرتك. والله يا باشا احنا اللي قلناه لك ايام زمان ما تتعوضش. الفن القديم والجبنه القديمه كله اي حاجه قديمه حلوه، حتى الخلاجات دول قدام انضاف. والجاموسه دي ليها 15 سنه معاي، لا حبلت ولا ولدت ولا عتجيب لبن. طب ومخليها ليه؟ ها 10 انا اعمل ايه؟ المره ماتت والبت ماتت وهي اللي مونساني. يعني انت بتنام جنب الجاموسه؟ اها شفت لقيتني قاعد فين؟ ويم بيضة وربك يكرمها والله يا رب. ان شاء الله ربنا هدلها على اجل ولد حلال يديها نكوع يروقها وان شاء الله تعشر من اول ليله. طب خلاص ان شاء الله باذن الله ربنا يطعم يا حاج. يا رب ربنا يطعم يابا. خد دقلي. لا شكرا بقى. لا متشكرين على اللقاء ده يا حاج. طب ممكن نذيع البرنامج ده يا حاج؟ في جوائز؟ لا احنا هننشره بس على الفيسبوك. انشر يا ولد والله يا عم نشرنا غسيل ونشر. انشر والله يبارك لك وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا باشا.